ازيكم؟ لسه مستمرين في املنا اننا نحسن من صورة الكلاب في مصر، وده مش هيحصل قبل ما الناس اللي بتربي الكلاب تكون فاهمة بتعمل ايه الاول. وعشان كده النهاردة هنتكلم على اهم 5 حاجات لازم تاخدها بعين الاعتبار قبل ما تدخل كلب في حياتك، لانه قرار مهم جدا وبيغير نظام حياتك اليومي زي ما تكون جالك طفل بالظبط. ده غير طبعا انها مسؤولية كبيرة ولازم تكون قدها. رقم 1، الهدف من اقتناء الكلب. اسأل نفسك او اسألي نفسك، انتوا عايزين كلب ليه في حياتكم؟ هل انت عايز كلب زينة يبقى صاحبك ويقضي معاك وقت وتلعب معاه او يلعب مع اولادك وخلاص، ولا عايز كلب صيد لو انت ليك في الصيد، او عايز كلب راعي لو عندك مواشي او مزرعة، ولا عايز كلب يكون حراسة ليك ولعيلتك او زوجتك واطفالك لو انت مش في البيت؟ فلازم تحدد الهدف الاول وعلى اساسه تحدد النوع. رقم 2، نوع الكلب. نوع الكلب مهم جدا واهم حتى من شكله. لازم تدرس سلوكيات النوع اللي انت عايزه وطاقته وشراسته ومستوى ذكائه الاستيعابي. رقم 3، بعد ما حددت الهدف والنوع دلوقتي لازم تسأل نفسك، هل انا هقدر اوفر احتياجات الكلب ده من اكل ورعاية وتدريب ولعب؟ هل هتقدر توفر له جزء كبير في حياتك اليومية يكون ليه مخصوص على الاقل ساعتين؟ هل هتخليه معاك في البيت ولا هتربطه وتسيبه لوحده طول اليوم لو بتشتغل ساعات طويلة؟ وهل هيكون معاه حد تاني غيرك؟ 4، خبرتك في الكلاب. لو انت اول مرة تربي كلب، من الافضل ليك انك تجيب جرو صغير تتعلم معاه مراحل اقتناء الكلاب، لانك لو ما عندكش خبرة في الكلاب وجبت كلب كبير خصوصا لو كان من الانواع المسيطرة القوية اللي محتاجة تدريب مش هتعرف تتعامل معاه. رقم 5، روتين حياتك اليومي. الكلاب كان روتيني جدا، ومعظم الحاجات اللي الكلب بيتعلمها بتيجي من التعود. فانت لو يومك مش هو نفس النظام معظم الوقت وكل يوم بروتين مختلف، يبقى اقتناء الكلب هيبقى ظلم ليه، الا اذا كنت قادر انك تاخده معاك في كل حته. شكرا للمشاهده. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون عن اهم الحاجات اللي لازم تعملها اول ما تجيب الكلب عشان يطلع معاك سلوكه سوي. لو عجبك الموضوع متنساش تعمل لايك سبسكرايب. سلام.